بطاقة صفراء للاعتراض على أي لاعب، هذا قانوني. يعني منح رونالدو بطاقة صفراء نتيجة الاعتراض أو أسلوب التخاطب معه. ركلة الجزاء اللي تم احتسابها صحيحة. منح عبد الله العمري كرت أصفر أيضا صحيح، لكن هنا لم يقبل أو يتقبل الاحتجاج من لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو، فمنحوا البطاقة الصفراء اللي هي كانت مستحقة. وأعتقد أنه محمد الهويش اليوم بالمباراة وظروف المباراة أدارها بشكل جيد جدا. الأرطبون الأزرق صديق البرنامج يقول أبو بدر، أنا لو كنت لاعب وأصير رئيس ومدرب وحكم أكيد لازم أكون في قمة السعادة. طيب هذه مدفونة مدفونة أيها الأرطبون الأزرق. طيب محمد يحيى الزهراني يقول هل سمير عثمان سمع ما قاله رونالدو أنه كلام غير لائق؟ عجبي. لا ما سمعتش، بس شفت. كيف شفت؟ الواحد بيسمع بعينيه. لا انت خلي بالك يا كابتن وليد، مش يسمع بعينيه، احنا لازم نفهم، لازم اللي بيقول حاجه يبقى فاهمها، مش اي حاجه يكتب اي حاجه ونقولها ونعيد وراه. انت واحد داخل بيعترض على الحكم، هنا بيقول له ايه؟ بيقول له برافو عليك، ثانيه بيقول له برافو عليك انك حسبت ركله جزاء. اكيد بيعترض، ملوش سلطه خالص انه يكلمه بالاسلوب ده. محمد الويش برافو عليه انه عمل كده. هنا تفتكر ايه يعني اللي بعت التويته ده ايه؟ بيشكر هويش انه حسب عليه ركله عليه جزاء؟ لازم نفكر قبل ما نكتب اي حاجه. طيب. وده ردي عليه. لا ما سمعتش بس فهمت. بالنسبه لابو بدر، بالنسبه للاعتراض بالقول او الفعل، هنا في كلام سائر، اكيد انه اعتراض. بالنسبه ايضا للفعل اعتراض، وبالتالي البطاقه الصفراء مستحقه. ايش الفعل اللي سواه؟ مين؟ ايش الفعل اللي سواه؟ هنا الفعل اللي سواه اعتراض بالقول. ايش القول؟ هذا لا بينه وبين لا الحكم. ركزوا. شوف يد كريستيانو، ايش اللي قول وما قول؟ ما هذه مشكلتكم معاه يا سمير. ركزوا. شوف اللاعب مسك وليد. لا مركزين. مسك. لا احنا مركزين. بس ثانيه. لا ثانيه واحده، ثانيه يا كابتن فوده، ثانيه. لا احنا مركزين. طيب شايف انه ماسك؟ احنا مركزين. شايف انه ماسك ايده؟ طيب يا اللي مركز. غير انه لا مش شايف انه ماسك. انت شايفها من عندك الكاميرا مش مبيهاني. انا شايف حاجه اقوى، انه منعوا الدخول. اصل مش حته بقى تركيز ومش تركيز، لا انا عن نفسي مركز قوي، وكابتن فوده ما اعرفش هو بقى يرد عن نفسه. يعني انت مركز يا كابتن فوده بقى؟ مركز 105%. عشان سمير 99. ما ادري عنه، عاد هو ادرى بنفسه. لا بالنسبه لك انت 99، انا مركز 100%. وانا 105% يا كابتن سمير بالنسبه لعمليه. انا اللي قلت 99 مش فوده يا كابتن سمير، لا تظلم الراجل. ايوه ما انا بقول لك انت يا كابتن وليد، انا بقول لك انت. انا يا كابتن وليد مركز 100%. طيب مسك اليد هذا ايش تعليقك عليه؟ انا مش شايف. انا بالنسبه لي انا اعترض ان دخوله ارض الملعب وبيكلموا باسلوب غير لائق، ده طبقا للقانون. طبقا للقانون. اتمنى يكمل اللقطه. هل منحوا البطاقه الصفراء على الوضع اليد عليه او على الاعتراض؟ هنا شوف، على الاعتراض هنا منحوا البطاقه الصفراء، وما ليس على وضع اليد على اللاعب. والله انا شايف تسلسلها كابتن يوسف الغدير. شايف انت مع لمسه اليد؟ شوف النظره. هي فين الايد دي؟ يا جماعه شوف لي. يعني هو ايش كان يلتفت على كريستيانو على ايده يعني. نعم. لكن ما هي واضحه يعني، الحكام ادرى يا ابو بدر. طيب لا كابتن وليد، عاوز اعرف فين مسكه الايد. طلع لي مسكه ايد رونالدو على فكره. احنا اتفقنا في انذار خلاص. طيب وريني مسكه ايد رونالدو اللي انت بتقول عليه. يا جمهورنا العزيز، يا اخواننا في نقطه نظام. لا انا مالي بالجمهور. انا شايف غلط ولا شايف صح؟ هل وضع كريستيانو يد على الحكم ولا لا؟ شوف رده فعل وجه الحكم. انت قلت انت يا كابتن وليد قلت رونالدو مسك الحكم. لا ما مسكش الحكم. طيب لمس الحكم. لمس الحكم، انذار. يبقى انذار. طيب ايوه هذا بتكلم عليه. انا ارى انه هذه اللمسه هي اللي سبب اللي خلى استفزت الحكم بس. يا كابتن اعتراض رونالدو دخول ارض الملعب والتحدث معه بالاعتراض انذار سليم. برافو على محمد الهويش، بس ما نقولش مسك. مفيش مسك هنا قصادنا. لمس. عموما خلاص لمس، يبقى خلاص قول لمس بقى. سواء لمس او اعتراض بالقول، اذا الانذار مستحق في كل الحالات. والله شوي في كلام صدق شوي. من هو سعود يعدل اذا كان على دفاع النصر. بس انا ابو بدر بكمل على كلام عماد على مباراه اليوم النصر والتعاون، وخاصه على موضوع بروزوفيتش وخيبري. فوفانا يمكن بس اضيف شيء، اذا كان لعب فوفانا مع بروزوفيتش سمهم 2 8، يعني 2 هم ادوار، اذا صعد واحد يبقى واحد، فالادوار يعني خلينا نقول مزدوجه، وتقل ادوار بروزوفيتش انه يعني يروح ومن غير لا يحسب حساب انه في واحد تحته يامن له. مع عبد الله الخيبري لا، يطلع فوق يساند ومطمن ان عبد الله فعلا 6 اللي هو يقطع ويغطي ويعني يعطل هجمات الفريق الخصم مثل التعاون. الشيء الاكبر ابو بدر
حلول النصر وقوة النصر أبو بدر ما تكمن فقط بروزوفيتش، تكبر في ماني، تكبر في سلطان الغنام تاليسكا، تكبر في تيلس مع ماني، تكبر مع أوتافيو مع تاليسكا، تناغم كريستيانو مع ماني وتاليسكا. المجموعة فوق ثرية جدا تعطي حلول. الهدف الأول هذا شغل مركب، هذا ما يسوونه لعيبة عاديين، شغل مدرب أنا أدري، بس يسوونه لعيبة بحجم كريستيانو، بحجم تاليسكا، بحجم بروزوفيتش. المنظومة النصراوية في المقدمة ضاربة جدا أبو بدر، قد تكون إذا ما تكون أقوى من الهلال بصف الهلال هجوميا. النصر أنا مع سعود اللي الآن قال النصر، وأنا يعني أخالف من يقول العقيدي فقط، لا، العقيدي لو استمر أنا أقول ما عليه خوف. اللي شفناه اليوم من العقيدي وكذا مرة، كثر الضرب يفك اللحام يا أبو بدر. النصر يعاني دفاعيا، تنظيم دفاعي غير جيد. كثر الضرب ولا هو المثل يقول كثر الضرب ولا كثر الدق؟ الدق بالدمامي هذه. ماشي. لا هو المثل كذا، وش دم هو المثل كذا. صحيح صحيح يا ابو بدر، كثر الدق يفك اللحام. وانا اقول يعني ابو بدر خط دفاع النصر كمجموعه مش جيد، وفي ضعف في بعض الخانات. يعني انت يعني اليوم انا بدأت المباراه، انت تبدا بالاجامي كل مباراه. أي. اليوم تبدا بالعمري. طيب. استفهام كبير يعني. طيب. لا ما في شيء اسمه بكره القدم ابو بدر نعم. اللاعبين زي بعض. مشاهد في لاعب افضل من لاعب في القادم. طيب، في مشاهد على الهاشتاج يقول لو في جهاز مثبت للبشر عشان اضغطه وثبتك يا وليد على هالوزنيه، مقدمه اسطوريه، كم باك يا وليد. طيب ماشي كذا، تلاقيني تجمدت كذا. اللاعبين كلهم الاثنين، الاجابه سريعا، بوجود عبد الله الخيبري تظهر قيمتهم بشكل اكبر لما يتواجد معاهم ساتر مثل عبد الله الخيبري، يعطيهم قيمه اكبر داخل ارض الملعب. سؤال كابتن ابراهيم العنقري، هل فوز الانديه الكبيره بالنتائج الكبيره قاعد يخرب الدوري؟ يعني مع تحفظي على الكلمه. لا ابدا، بالعكس يعطي الدوري متعه، وهذه كره القدم يعني يخرب الدوري. احنا نعرف ان كره القدم متعتها في الاهداف، وبعدين احنا نشوف انه مش النصر والهلال بيفوزوا بالصفر، لا، في الفرق تسجل، يعني كل فريق يسجل. اليوم التعاون سجل، الاتحاد سجل. بالعكس الدوري السعودي انا اشوف ان الدوري جاذب، ومباريات حقيقه تبدا وتنتهي وانت الوقت يروح معاك سريع جدا. سرعه اللعب، جماليه الاداء، وايضا قيمه اللاعبين داخل الملعب اعطت الدوري السعودي شكل مختلف. نشوف الآن أنه أجمل دوري حقيقة مش في الشرق الأوسط، أنا أشوف أنه لا في آسيا ولا في أفريقيا، وبإذن الله منطلقين إلى أن نكون من ضمن أفضل 3 دوري في العالم. مشاهد يقول السالمي يقول كتفا بكتف، صدقني أنك جاملت النصر بكثير من المبالغة. لا بالأرقام أنت تتكلم الفارق كم اليوم؟ السلام عليكم عشاق كرة القدم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب وتعليق يحفزنا لنشر المزيد إن شاء الله. كما رأينا في مباراة النصر والتعاون، حيث أثار محمد الهويش حكم مباراة النصر أمام التعاون الجدل بعدما رفض احتساب ركلة جزاء لمصلحة العالمي، ليواصل مسلسل استفزاز جمهور الفريق الأصفر. الهويش احتسب ركلة جزاء مستحقة للتعاون في الدقيقة 11 من زمن المباراة، بعدما قام عبد الإله العمري بضرب جواو بيديور مهاجم التعاون خلال تنافسهما في كرة هوائية ليهدرها أشرف مهدوي، بعدما تصدى لها نواف العقدي ليتابعها النجم المغربي ويتقدم لسكر القصيم. ونفس الكرة تكررت في الدقيقة 25 من زمن المباراة، ولكن هذه المرة لصالح النصر، بعدما قام المدافع التعاون بضرب البرتغالي أوتفايو داخل منطقة الجزاء، ولكن حكم المباراة لم يتحرك ساكنا ولم يحتسب ركلة جزاء للنصر. وقامت جماهير النصر بمواجهة الحكم محمد الهويش بقوة عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر، والمعروف الآن بإكس، حيث اتهم البعض بالتعمد بالظلم العالمي وتكرار سيناريو مباراة الاتفاق في الجولة الأولى ضمن منافسات دوري روشن السعودي. وكان الإعلامي فلاح القحطاني قد هاجم الهويش قبل انطلاق المباراة، مستعرضا الأخطاء التحكيمية التي وقع فيها مع نادي النصر، وفي إشارة منه إلى أنه يتعمد هذه الأخطاء أمام العالمي.
عشاق كرة القدم بصفة عامة وعشاق الدوري السعودي بصفة خاصة، ما رأيكم في هذه التصرفات التي يقوم بها محمد الهويش؟ وهل هذه الأشياء قد تؤثر في مسيرته التحكيمية أو سوف تؤثر على فريق النصر أو على الدوري السعودي؟ شاركونا بأي آراء وبأي تعليقات وأفكاركم حول هذه الأمور في مجال التعليقات على اليوتيوب، وناقشوا معنا هذا الموضوع لكي نستفيد جميعا. ربما نحصل على إجابة صحيحة من ناس تشاهد دوري روشن السعودي بشكل مباشر. تحياتي لكم، كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله. قناة البحر الرياضي، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.